السلام عليكم. تقرب إلي. احنا نتكلم عن انه واحد شلون يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. طبعا اجت اديان كثيره وعقائد سماويه وارضيه. اللي شفته بالغرب حاليا انه هم عندهم خواء وفراغ نفسي وديني، يعني كارثه ما حد يتخيله. يعني حتى هم الخلافات بيناتهم، والدول الغربيه هسه اكثرها صارت لا دين. يعني مثل السعودي 80% هي الدنمارك لا دين. امريكا صارت 32% لا دين، والمتدينين مالتهم بين بروتستانت وبين كاثوليك ومعارك بيناتهم، وماخذتهم الحياه الماديه. الفلاسفه والعلماء الاجتماع في الغرب يقول لا، الانسان يحتاج الى دين والى عقيده، الى اطمئنان روحي. هاي الحياه كلها ماديه ما صحيحه، ما راح تستقر انت. وانا يعني ملتقي بكل المليارديريه بالعراق واشوفهم من تجي هم او عوائلهم يشتكون، هو يظل يشتكي هذا لانه ايش قد صارت عنده فلوس. ودا اتكلم عن ناس عندهم مليارات الدولارات، اطمئنوا ما مرتاحين ابد، ما مرتاح. هسه هذا يحس بالذنب، يحس انه فلوسه انه هي مو من حلال، يحس انه بايق فلوس الفقراء، او انه هاي الحياه الماديه اخذتها بعيدا، بحيث يظل يفكر اليوم اريد ازيد اموالي، ويقعدون بيناتهم مليارات ويتحاسدون بيناتهم. اي نعم، يتحاسدون بيناتهم، واحد ياخذ غيبه الثاني، لان هذا ملياراته. دا اتكلم على مليارات بالدولارات، ما اتكلم على مليار ومليارين عراقي. ما مرتاح. زين شنو الحل؟ الحل انه انت تكون قريب من الله سبحانه وتعالى. يعني يقول لك لا تنسى نصيبك من الدنيا. انا اكون مطمئن ومرتاح واسوي اللي يرضي الله سبحانه وتعالى واعيش حياه مرفه. زين نجي للغرب. الغرب هذه الحياه صارت خواء، عباره عن حياه ماديه. التجأوا الكثير منهم قال لا، احنا نحتاج الى راحه ونحتاج الى اليوغا. اليوغا جيد. اليوغا هي شنو اليوغا؟ نحتاج الى تاملات ويوغا. ليش؟ هم جو من الغرب، راحوا قبل للعالم الشرقي، عبروا الشرق الاوسط، راحوا للهند وللصين اللي هم جماعه اليوغا، اللي جماعه بوذا. شنو ربطنا انه الانسان يريد يلتجئ الى فد عالم اخر. بوذا اذا نريد نعرفه، بوذا هسه مختلفين عليه. بوذا الناس تعتقد هو هندي، بالمناسبه هو مو هندي، هو الرجل من نيبال شمال الهند. وهذا الرجل بعدين مات بالهند بالثمانينات من عمره. كان امير، امير وابن عائله كلش كبيره، بعمر 37 38 سنه، طلع من قصور الثلاثه ومتزوج اجمل جميلات الهند. طلع شاف الناس عايشه برا، الفقر والظلم اللي موجود عندهم، صارت التاملات مالته. هي عباره عن فلسفه. الرجل مولود قبل 2500 سنه، يعني قبل السيد المسيح حوالي ب 500 عام. سوى الفلسفه مالته والعقيده، حولوها البوذيين اللي بعده حولوها الى دين. هسه احنا مختلفين، هل هو بوذا نبي او بوذا لا حكيم فقط؟ مختلفه الروايات عليه، مو هذا موضوعنا. عند الموضوع التامل اليوغا اللي يسووها البوذيين بها شرك، لانه هاي حركات عباديه. تحول موضوع البوذا من حكيم. هو غوماتا اسمه بالمناسبه، بوذا مو اسمه بوذا، يعني الحكيم المستنير. هي استناره صارت عنده. الجلسه مال جماعه اليوغا هي هاي عباره عن عبادات، والحركات يسووها عباره عن عبادات وعبادات شرك. فالالتجاء الى اليوغا هو الشرك، لا تنخدعون به. انا هذا اللي يهمني. زين احنا شنو البديل؟ اذا اليوغا شرك ولا الديانات الاخرى احنا ما راضين عليها، عندنا تاملات. طبعا عندنا تاملات وعندنا علاقات بين العبد وبين سبحانه وتعالى، راح نعرفها ان شاء الله بالحلقات القادمه، انه شلون ممكن التجئ الى الله سبحانه وتعالى بالطريق المختصر. تحياتي.